السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير وانتم تفرجوا لهذا الفيديو ديالي. ومرحبا بكم في قناتكم مع ام نورة. اليوم غادي نشارك معكم سلو او السفوف، كل واحد كيف كيسميه. تبارك الله راه كل شيء كيعرف يصايبو. بغيت نشارك معكم الطريقة ديالي وصافي، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم يا ربي، ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. يلا ندوزو نتعرفوا على المكونات. غنحتاج هنا 3 كيلو ديال الطحين، راني ديجا حمرته معكم في الكوكوت، جات التحميره ديالو غزاله تبارك الله، ما تحرق ما بقى بيض. هاد البانيو مخليه خاص هكا نخلط فيه سلو او نعجن فيه الشباكيه، من العام لعام هذا يتجبد، مخليه خاص لهذا الشيء. هانتو كما تشوفوا تبارك الله الفيديو راه شارح راسو براسو تبارك الله، جا كل شيء زوين من شغل يديكم. عندي كيلو ديال اللوز الرومي ماشي البلدي، عندي كيلو ديال الكاوكاو داك الاحمر البلدي، هو حتى هو المذاق ديالو زوين ويجي بنين. وعندي كيلو داك الغليظ كاوكاو الغليظ، درته في المطايب حيت له القشره ديالو. كل حاجه نقليها بوحديتها من حيت اللوز يبغي الوقت شويه، كاوكاو دغيا يتحمر، داكشي علاش كل حاجه بوحديتها ملي نطحنهم عاد نخلطهم. ولكن خصني نديرو على عافيه مهيله ويتحمر على خاطره، ويبقى لي وقت طويل شحال ما بقى يبقى هاد الكاوكاو واللوز محافظ على التقرميله ديالو، ما يرطبش نهائيا وخا يبقى عندك شحال ما بقى. هانتو كما تشوفوا من بعد مني برد طحنته في الهاشوار. عندي هنا 250 غرام ديال حبه حلاوه، 250 غرام ديال النافع اللي نقيته مزيان، من حيت النافع وحبه حلاوه يكون فيه داك الشقف دغلاله ويكون فيه الحجر، انا ما كنغسلوش، اللي كنقيه مزيان ونبقى نفركو بيديا ونفضو، خصو يطير منه داك سميتو داك العويدات. طحنتو غربلتو، المهم داكشي اللي تغربل ليا راني درتو كامل، نقص منه غير شي شويه. عندي هنا مسكه الحره طحنتها مزيان مع سنيده وغربلتها. عندي هنا 2 كوزات حتى هما طحنتهم وغربلتهم. شويه ديال الملحه لتصحيح الذوق وصافي. عندي هنا سكر كلاصي، زلافه سكر كلاصي وزلافه ديال العسل ما بانتليش هنايا. وهاد اللوز غنخليه للتزيين حتى الاخر. عندي هنا 2 كيلو ديال الزلجلان اللي غسلته معكم، طلعتكم حتى للسطاح، شمشتو مزيان، نقيتو، بقات غير الحبه الختة. انا الزلجلان عمري ما نقيته ولقيت فيه الحجر، غنغسلو بداك الطريقه اللي وريتكم، ما لقاش فيه داك الزاج دغلاله وما لقاش فيه لازق الفيره ولا حتى شي حاجه، انا نشريه ديجا نقي. وحمرته تاني على العافيه مهيله، الا جهت له العافيه يبقى يطرطق ويطير من المقله ولا حمروا في الفران. المهم اللي بغيتو خصكم تقبلوا العافيه تكون ناقصه، الا جهت عافيه يتحرق المذاق ديالو يجعمر ويبقى فيه داك الجلفه ديالو، داك الفيتامين ديالو داكشي كلشي يمشي. هذا علاش نضربوا تماره، خصنا اي حاجه نقيوها على خاطرها، المهم اي حاجه درناها خصنا نديروها على حقها وطريقه. هانتو كما تشوف طحنتو تاني غير شويه في الهاشوار، ماشي فرن صافي حطي دوره وحطي، يبقى النص طحن شويه نص هكاك. دابا ندوزو نخلطو النواشف، حبة حلاوة والنافع ملي غربلتهم خلطتهم. القرفة تاني شريتها عواد وطحنتها 250 غرام ديال القرفة. ندير شوية ديال الملحة ما نكترش، نولي نضيف مسكة الحرة، نضيف الكوزة، نضيف سكر كلاصي راني ديجا مغربلاه. ودي الطريقة هاد خواتاتي، نتمنى هاد الطريقة تعجبكم. كل واحد كيف كيخلط، كل واحد وطريقته. غنخلط هاد النواشف مزيان مع الطحين. نولي نضيف عاد الزلجلان وكاوكاو واللوز. تبارك الله راني كثرت فيه القوام، انا ما يعجبنيش ناكل غير الطحين. دايره 3 كيلو ديال الطحين فيه 5 كيلو ديال القوام. انتم تشوفوا تبارك الله كل شيء يبان قدامكم، راه جا اللون ديالو هاي حماق، المذاق ما نعاود ليكمش مشغول يديكم. وبالنسبه للزيت اخواتاتي خصني نديرو حتى يغلي، عاد ديك الساعه نخوي على هاد المكونات اللي درت. ما قدرتش ندير يديا، ضروري خصني نخلط بهاد المعلقه ديال الخشب حتى يبرد شويه، عاد ديك الساعه نخلط بيديا. ونسيت ما قلت لكمش اخواتاتي، انا ما درتش الزبده هاد العام، ما بغيتش نديرها، درتي الزيت والعسل صافي. ملي ندير هاد الزلافه ديال العسل ندير هكا ونبقى نخلطو مزيان. راني وليت زدت شويه ديال الزيت ما تخلطش.
ندير له على الطريقه هذه. جا غزال بصراحه، لا المذاق ولا اللون ولا كل شيء ما شهيتكم فيه. دابا غير راني نوريكم، راه حطيته في الارض وبقيت ندلك. هادشي علاش نديرو في هذا البانيو واسع وكبير باش ما يبقاش يطير ويتشتت في الارض. هانتوما تشوفوا اخواتاتي اللوين كيف جا المذاق، كل شيء محمر على حقه وطريقه، جا واعر. هاد اللوز غادي نديرو حتى الاخر. هانتوما هو اخر حاجه نديرو، نخلطو وصافي، وبالصحه والراحه. غنبقى نستمر هكا مزيان حتى نخلطو مزيان، نعجنو كما تشوفوا. غنبقى ندلكو هكاك باش يزيد يخرج داك الكاوكاو وزلجلال الزيت ديالو، داكشي علاش نعطيه الدلك بزاف. بعد ما ساليتو انا درتو هنا في الطبيصلات. هذا هو الشكل النهائي، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على الكومنتيرات، على المشاهده. الى الفيديو اخر ان شاء الله.